Hey Jessica, so do you want to tell the people in my channel to like subscribe to my channel? Here, look here, look here, and talk like it's your channel. Do you watch YouTube? Yeah. What do you watch on YouTube? Like everything. Everything? Do you watch my channel or no? She probably gonna understand nothing. It's all in Arabic. Okay, just say bye at least. Bye. Bye, that's it. قبل ما حد ما يتكلم خالص على التيشيرت ويبدا يتريقه، بصوا يا جدعان بالله عليكم، انا ما بحبش اتكلم في حاجتين، الكوره والسياسه، ولا الاهلاويه عمرهم هيبقوا زملكاويه ولا الزملكاويه عمرهم هيبقوا اهلاويه، فخلينا حبايب واصحاب ومالكوش دعوه بالتيشيرت. انا لابسه لان النهارده اول فلوج اعمله ليكم معاكم من رمضان، كل سنه وانتم طيبين لكم بالمناسبه. النهارده اول فلوج اعمله وانا صايم، الساعه تقريبا 5 لسه مخلص شغل يا دي النيله رايح المحل العربي. هجيب شويه اكل وحاجات معينه عربي ما ينفعش اجيبها محل امريكي زي الفول وزي الجبنه القريش وكده، لان الكابتن بتاعي قال لي ان دول لازم اتسحر بيهم جزء من السحور بتاعي. وبعد كده عندي هرجع حاجه بسرعه لامازون، وبعديها رايح العب كوره ساعه قبل الفطار من الساعه 7 للساعه 8. عشان كده لابس شيرت الزمالك يا جدعان، بس ايا كان يعني احنا حبايب يا جدعان والله. الاهلاويه دول على دماغي يعني، اصحابنا كلهم اهلاويه والدنيا تمام. يلا اشوفكم في المحل العربي. بصوا يا جدعان، اللي ما يعرفش حاجه عن امريكا يعني، امازون هنا حرفيا مسيطره على امريكا كلها، يعني محدش بيشتري حاجه غير من امازون. كل حاجه بتجيلك لغايه البيت، اكل شرب لبس بنجيب من امازون، كل حاجه بنجيبها من امازون. الترجيع فيها سهل جدا زي ما هوريكم دلوقتي. انا كنت جايب جزمتين بتوع لعب الكوره من امازون، ما كنتش عارف اشتري انهي واحده فيهم. عندهم حاجه اسمها امازون ووردروب، انت مثلا مش عارف المقاس اللي هيجي يناسبك انت، مقاس مثلا 10 ونص ولا 11. عارف انت احيانا بتلبس 44 45 على حسب الجزمه، او مثلا عاجبك لونين ابيض واسود ومش عارف تشتري انهي واحد، فيعمل ايه؟ يقول لك بقول لك ايه، اختار اللي انت عايزه وهنبعته لك على البيت. فانا اخترت 3 مختلفين عن بعض، تمام، بمقاسات مختلفه بالوان مختلفه، بيبعتوه لك على البيت ومش بيدفعوك حتى دولار واحد، ويسيبوا لك 7 ايام تجربهم وتشوف انت ايه اللي هيعجبك فيهم وايه اللون الحلو وايه المقاس الحلو، وبعد كده ترجع لهم الباقي. سيبك 7 ايام تجربهم، بعديها بيدفعك اللي انت خليته، واللي انت رجعته ما بيدفعكش عليه حاجه. اخدت انا واحد وهرجع لهم الاثنين التانيين دلوقتي. الترجيع سهل جدا وما بياخدش ثواني، وحرفيا في كل شارع يعني. محل اسمه UPS، ده محل بتاع بريد وكده، وساعتها هيدفعوني حق الواحد اللي انا خليته بس، وطبعا ايه مش هيدفعوني على الاثنين التانيين، واوريكم دلوقتي. كنت عملت استفتاء انا على الانستجرام اسيب انهي واحده وارجع انهي واحده، والناس اتفقت كلها ان انا اسيب الابيض وارجع الاحمر. فادي الاحمر اللي هرجعه اهو، والثاني اهو. فانت لو مش متابعني على الانستجرام خش اعمل لي متابعه على الانستجرام عشان ايه تبقى تشاركني في حياتي يعني. Put it? That's for everything? Yes, that's for both items. That's it? Awesome. Thank you so much. زي ما انت شفتوا كده الموضوع بسيط فشخ، ما خدش مني 3 دقايق بالظبط يعني، عشان بس كان في لاين. رجعت الحاجه وما بياخدش مني فلوس على الترجيع طبعا، لان دي خدمه هم بيقدموها. عموما يعني اي حاجه بتجيها من امازون مفيش اي مصاريف ترجيع عليها لو انت عندك اكونت معاهم وكده. دلوقتي هنروح المحل العربي وبعديها هنطلع على الكوره. السلام عليكم. يضايقك لو انا بصور حاجه وانا بشتري؟ بعمل حاجه لليوتيوب بتاعي للمصريين وبتاع. Do you mind؟ حبيبي انا عايز فول ومش عارف اجيبه منين، اول مره اجي لك هنا. الفول فين؟ المصري ها؟ لا يا عم ازاي الفول فول؟ في اللي هو مكتوب يا هو ده تقريبا. هذا الخلطة المصرية، عندك الخلطة المصرية مبشور وعندك الخلطة المصرية عادي. يا هو العادي ده. وعايز برضو توريني الجبن فين بالله عليك، البراميلي والكلام ده. الله ينور عليك، هي دي اللي انا اسطنبول هيك، ولا دي فيها ملح كتير ولا؟ ماشي. اسمك كريم ايه؟ أبو الوليد. ابو الوليد حبيبي. ابو الوليد. ابو الوليد مش طايقني. وعندهم فطير مشلتت وبتاع. في فطير مشلتت يلا مشان هيك تصور. والله لولا ان انا دايت يعني كنت خدتها. قلت دايت ليه يا ابني؟ ما انت ما شاء الله عنك دايت، انت لو انك معلش يا ابو الوليد والله، بس الكابتن بتاعي موتني اقسم بالله. هو مش لازم يشوف، لازم كل شغله يشوفها المدرب بتاعك. والله على رايك فعلا. انت شفت انت شكلك هتبوظني اقسم بالله. شفت لا ولا حاجه، بس بحاول ازيد وزن شويه، عايز اكبر شويه بدل ما انا صغير ومعصعص كده. عايزين نملى الدنيا كده. ملاها وماله. بس السكريات كلها قاطعها عني يعني. شايف كل البسبوسه والحاجات الحلوه دي يا جدعان؟ ده محل اسمه الاقصى هنا في تنبا، يعني والله من احسن المحلات كحجم وكنظافه يعني، ما شاء الله والله. عاش. انتوا جددتوه صح؟ ما كانش كده. انا قلت اول مره اجي هنا ولا ايه؟ انا مش استغربت ولا حاجه. تماما فايد وجود. انا والوليد بياكل كل حاجه وكله زي ما هو. منين بلعب رياضه وكل شيء والصحه تمام. منين يا ابو الوليد؟ انا من فلسطين. بتلعب ايه؟ بلعب بركض يعني بمشي.
تمارين سويديه. طيب انا رايح العب كوره دلوقتي. تلعب كوره زمان كنا نلعب كوره. تعرف الفريق ده؟ الزمالك. بتحب الزمالك ولا الاهلي؟ انا والله زمكلهاوي. والله انت حبيبي. حبيبي ابو الوليد. تسلم ايدك يا حبيبي. يلا السلام عليكم. كان اخر صوت افتح بنموت بيهز سكوت، فجأة الجو اتملى دخان والخرطوش من كل مكان. افتح بابك لم كلابك، ناس بتموت يا ضعيف يا جبان، اصحاب ياما على الاكتاف، فين النجدة فين الاسعاف. بما اننا كنا في المحل العربي خلينا اكلمكم كلمتين بسرعه عن المحل العربي. مشاكل المحلات العربي هنا ان هي تستغل الناس اللي بتحب ان هي تاكل كل حاجه حلال وكلام كده، وبيرفعوا الاسعار سيكا. يعني احنا الواحد دايما بيقول لك ايه، تعالى نروح نشجع المحل العربي ونجيب من المحل العربي، بس المشكله ان هما ما بيساعدوناش لان دايما السعر اعلى سيكا. انا الصراحه مش مذاكر الموضوع وما اعرفش لو ليه سبب ولا لا، بس يعني انا بكلمكم عن نفسي. انا لو في حاجه بجيبها من وولمارت من المحل العادي او من محل عربي بجيبها من المحل وولمارت لانه بيبقى دايما ارخص. بس ده بالنسبه للمحل العربي. بس برضو يعني فيها اكل معين ما بتحتاج تجيبه من المحل العربي، زي ما انت شفت كده فطير مشلتت فول مدمس بتاع الكلام ده مش موجود في المحلات العاديه، فلازم تروح المحل العربي. وعاده المحلات العربي بتبقى صعب انك تلاقيها، بس انا الحمد لله محظوظ يعني ان انا ساكن جنب محلين عربي مختلفين عن بعض، لان انا جنب الجامع، فالمحلات العربي كلها متمركزه حوالين الجامع وانا ساكن حوالي 5 دقايق من الجامع، فانا محظوظ في الحوار ده يعني. الحاجه الثانيه اللي عايز اكلمكم فيها دلوقتي ان المكان اللي انا رايحه دلوقتي ده بحوالي $8 للشخص انك تروح تلعب هناك ساعه ونص. لو معاك تيمز كل واحد بيحط 8 على 8 وتحجزوا الملعب ب $80، ال10 بيحجزوا ب $80. ولو معكش تيمز ممكن برضو تروح، دايما في ناس هناك معهاش تيمز وعايزين يلعبوا، فبتروح تدفع نفس $8 وهو بيحطك في اي فريق من الفرق اللي هناك وبتلعب مع الناس عادي خالص. برضو تقريبا معظم الوقت من الساعه 5 للساعه 12 بالليل هتلاقي فرق بتلعب وهتعرف تلعب كوره لو انت عايز. انا ما جربتهاش غير مره واحده بامانه، ان انا العب مع ناس ثانيه ما اعرفهاش. في العادي بلعب انا واصحابي كل تقريبا حد بعد صلاه التراويح ان شاء الله. Lighting on me, bro? You look perfect. Oh, you think? Yep. Okay. How you doing first? Easy. That's one of What's my friends here. Anyways, he just invited us today here. They have like an organization called Sphere, whatever. Yeah, right there. And he's gonna explain more what is it because it's my first time here. It's an everywhere, huh? Okay, so you can go ahead. You just explain what is going on here today. Alright, so today we just had like a class. Essentially, we're just trying to create like a community of players. Okay. Where we have like the sport, which is the main sport, soccer. It's more like a fun thing just to help people stay fit. So we use soccer as a medium to connect people. So our mission is to create like a better sphere, one club at a time. So that means all those different clubs in the country gonna be like part of one sphere. Yeah. You know, Okay. so that's the main goal. The connection is not only on the field, but it's also off the field. So Okay, this yeah. is why we do like social events. You know, How long have you been playing soccer? since very young, man. Since like six years old, I would say. And I still fucked them up today, by the way. Hey, look at his Nick. calves, man. Look at his calves, bro. Like I swear to God, he doesn't get tired, and he's really good. Like how? I make them today. Yeah, today honestly, yeah. لبسني كوبريين ابن اللذين. What if you're gonna rate me from 1 to 10? Honestly, put in your mind, it's my first time playing soccer ever. Was 6 months ago, and I just play once a week. I'm in a good shape right now for the play. So today, I mean, fitness-wise, I think you were on top of it. Especially in the sprints, you were killing it. Okay. For someone who's doing Ramadan right now, Yeah, you're I'm fasting too, not yeah, eating. yeah. So you were killing it, you know, you had a lot of energy today. So you didn't even seem like someone who haven't played in a long time, you know? Really? Yeah. What is the most thing that I need to work on? Let's see. From what I saw, Everything. maybe no. You got most of the basics like locked down already. So I don't really see anything. Just keep working, practicing the touches. That's it. Just touches? Yeah. Yeah, touches just to keep and the then control of the touch, play as well. yeah, exactly. And then Okay. change of direction. That's it. Okay. And last question. What do you know about Egypt? Whatever you know. Only thing I mostly know. Okay. I have 2 things I know. Okay, 2 I know things. somebody from there. That's one thing. I'm 100% And then- sure who you know. Who? Mo Salah, 100%. No. Oh, I know. What? I know him too. Okay. Okay, then that's 2 people then. Okay, That's who's 2. the other one? It's a girl from my school that's from Egypt too. Is she hot? Yeah, of course. Okay, what is the other Of course. thing? And the other thing is the pyramids. So The pyramids? yeah, the Yeah. pyramids for that. So Are you I planning don't- one day to go? Man, if I get the money, bro. You know I how just- cheap it is?
No, I don't. Like maybe 2,000, 2,500 max. It covers you a ticket, hotel, hanging out, best food, everything. 2,500. That's top. How about transportation? Everything. 25 max. I'm telling you, Wow. if you really want to spend a good vacation 4 days, Yeah. $25 max, including the ticket. That's what I'm trying to explain to people, and it's a fucking beautiful country. You're not gonna get enough of it. I swear to God. Okay. Like you need like a whole fucking month at least to cover half of the thing that you can do in it. Ah, Anyways, I man. just wanted to introduce you to my people. Yes, Thank you sir. so much. Have a good day. Yes, sir.